التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عام 1845 ضرب مرض اللفحة المتأخرة محاصيل البطاطا في جزيرة أيرلندا. هذا المرض تسبب بدمار محصول البطاطا الذي كان أغلب الفقراء الأيرلنديين يعتشون عليه، مما تسبب في أكبر مجاعة في تاريخ أيرلندا. راح ضحيتها أكثر من 1,000,000 أيرلندي ما بين عامي 1845 و 1852، في حين انخفض عدد سكان أيرلندا بمعدل يقترب من ربع عدد السكان نتيجة للموت أو الهجرة هربا من المجاعة. وفي وسط المجاعة أمر خليفة المسلمين وقتها أمير المؤمنين السلطان عبد المجيد الأول بإنقاذ الفقراء الإيرلنديين الذين استغاثوا بأمم الأرض لإنقاذهم. فقررت دولة الخلافة الإسلامية العثمانية إرسال 10,000 جنيه استرليني لنجدة فقراء أيرلندا الكاثوليكية، وهذا مبلغ يقدر بالملايين في زمننا هذا. إلا أن بريطانيا البروتستانتية رفضت السماح للمسلمين بالتبرع بهذا المبلغ، وذلك لأن الملكة البريطانية فيكتوريا تبرعت لأيرلندا ب2,000 جنيه استرليني فقط، ولم ترد أن يتفوق عليها أحد، فسمحت بريطانيا للعثمانيين بالتبرع ب1,000 جنيه استرليني فقط. فقرر أمير المؤمنين عبد المجيد الأول التبرع بذلك 1,000 نقدا إلى فلاحي أيرلندا، ولكنه ببقية 10,000 قام بشراء أنواع الأغذية لإرسالها سرا إلى أيرلندا عبر سفن الإغاثة الإسلامية المحملة بأنواع الأغذية والمساعدات لمسيحيي أيرلندا دون علم بريطانيا. فأبحرت سفن البحرية الإسلامية من عاصمة الخلافة إسطنبول باتجاه أيرلندا في عملية إغاثة إسلامية، ولكن البحرية البريطانية علمت بالأمر فاعترضت طريق السفن الإسلامية ومنعت رسوها في مينائي بلفاست وكورك سيتي. إلا أن بحرية دولة الإسلام استطاعت الالتفاف سرا في جنح الظلام لترسو في ميناء أيرلندي صغير اسمه ميناء دروغيدا لتقدم النجدة الإسلامية إلى الفقراء الكاثوليك الذين تفاجؤوا بأن من أنقذهم من الموت المحقق لم يكونوا من إخوتهم المسيحيين الذين منعوا المساعدة عنهم، بل كان من أنقذهم رجال من الترك يتبعون نبيا عربيا اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويعتنقون دينا علم الدنيا معنى الإنسانية. هذا الدين اسمه الإسلام. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 15 من برنامج العظماء 100، وفيها نستكمل قصة الخليفة القاطع سليم الأول ومهمته شبه المستحيلة لإنقاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوى الظلام المتحالفة، ودوره في توحيد أمة الإسلام تحت راية واحدة قوية لمواجهة التحديات الخطيرة التي عصفت بالمسلمين في تلك الفترة الحرجة. وقد تعمدت في بداية هذه الحلقة ذكر قصة النجدة العثمانية الإسلامية لأيرلندا للتذكير بفضل الخلافة العثمانية ليس فقط على المسلمين بل على الإنسانية بأسرها. وقد بعث لي بعض الأفاضل بأسئلة يستفسرون عن سبب تركيزي على عظماء الخلافة العثمانية الأتراك، على الرغم من أنني لم أذكر حتى الآن سوى 3 عظماء من المسلمين من قومية الترك على مدار 15 حلقة. وفي واقع الأمر أنه لو كان الأمر بيدي ولو كنت أملك مزيدا من الوقت لأخرجت برنامجا كاملا عن عظماء أمة الإسلام من أمة الترك العظيمة، هذه القومية التي ظلمت في مناهجنا الدراسية لأسباب سياسية في بعض الأحيان وعنصرية في بعضها الآخر، في حين أن هذه القومية العظيمة قدمت للمسلمين الشيء الكثير
ودفعت عن المسلمين والإسلام بدماء لا يعلم حجمها غير الله. ويكفيك فقط أن تعرف بعض أسماء القادة الأتراك الذين دافعوا عن بيضة الإسلام، مثل القائد التركي ألب أرسلان، بطل معركة ملاذ كرد الباسلة التي أنقذت المسلمين من أكبر تحالف صليبي في التاريخ ظهر في ذلك الوقت، وسنأتي على قصته قريبا إن شاء الله. الشيء الذي لا يعلمه الكثيرون منا أن قائد معركة عين جالوت المصيرية قطز الذي أنقذ المسلمين من التتار كان أيضا قائدا تركيا، ورفيقه في الجهاد بيبرس كان أيضا تركيا. الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن قلاوون الذي أنهى آخر جيب من جيوب الصليبيين في بلاد الشام كان أيضا تركيا. نور الدين محمود الشهيد الذي اعتبره المؤرخون سادس الخلفاء الراشدين، وهو بالمناسبة أستاذ القائد الكردي البطل صلاح الدين الأيوبي. نور الدين الشهيد كان ملكا تركيا. وأبوه البطل عماد الدين زنكي الذي كان رائد الجهاد ضد الصليبيين كان من قومية الأتراك أيضا. حتى عمالقة الهند البارزين مثل العملاق محمود ابن سبكتكين الشهير بمحمود الغزنوي، وهو الملك الذي حفظ الإسلام في الهند وقهر جحافل الهندوس. هذا الملك كان أيضا تركيا. وأيضا سلطان الهند العظيم أورانغزيب عالم قير الذي قال عنه الشيخ الطنطاوي أنه بقية من الخلفاء الراشدين، هذا الملك كان تركيا. ولا ننسى أيضا محمد الفاتح صاحب بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية، وحفيده سليم الأول الذي أنقذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النبش، وابنه سليمان وبقية أحفادهم العثمانيين حتى عبد الحميد الثاني الذي رفض بيع فلسطين للصهاينة. هؤلاء جميعا كانوا من الأتراك المسلمين. ولو أردت فقط ذكر أسماء عظماء الترك المسلمين في هذا البرنامج لما اتسعت هذه الحلقة لمجرد ذكر أسمائهم. وهذه هي روعة هذا الدين، فهذا الدين دافع عنه جميع المسلمين، دافعت عنه كل القوميات المسلمة باختلاف أجناسها وألوانها. أما من كان يعتقد أن الإسلام فقط حكر علينا نحن العرب دون غيرنا، فعليه أن يترك هذه الأمة وليذهب إلى قبيلته لينظم هناك شعرا يسب فيه قبيلة أخرى، وليبحث لنفسه عن أمة أخرى غير أمتنا العظيمة التي لا تعرف فيها مكانا للعنصرية أو المرضى العنصريين. والحقيقة أننا عندما نذكر الخلافة العثمانية التي أسسها بطلنا سليم الأول رحمه الله لا نذكر دولة كان يحكمها ملائكة، فلا العثمانيين كانوا ملائكة ولا المسلمين في وقتهم كانوا من الصحابة. فالخلافة العثمانية التي درسونا إياها باسم الاحتلال التركي كانت دولة كغيرها من دول الإسلام، لها ما لها وعليها ما عليها. فمن سلبيات هذه الدولة مثلا أنها كانت ذات نزعة صوفية مبالغ بها إلى حد ما، انتشرت من خلالها بدع لم تكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر السلبي لم يكن بالطريقة الضخمة التي يراد لنا أن نتصورها، للدرجة التي أصبح فيها بعض المغفلين يصفونها بالدولة الشركية والدولة القبورية. ولو علم هؤلاء المساكين أنه لولا تقدير الله للعثمانيين للدفاع عن مقدسات هذه الأمة لما يزيد عن 600 عام، لكان هؤلاء الذين يصفون هذه الدولة بتلك الأوصاف البشعة لربما كان هؤلاء الآن رعاة للخنازير لدى الصليبيين الذين كانوا ينوون احتلال أرضهم وتحويل دين أجدادهم للدين الصليبي واغتصاب جداتهم ونبش قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من كل السلبيات فقد كانت الدولة العثمانية الإسلامية دولة سنية عظيمة دافعت عن المسلمين ل600 عام، أي ما يقرب من نصف تاريخ هذه الأمة منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، منها 400 عام كخلافة إسلامية أجمع على صحتها علماء المسلمين في القديم والحديث. ويكفيك أن تقرأ ما كتبه الفقيه والمؤرخ الكبير ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد رحمه الله
قال عن العثمانيين أنهم من بيت رفع الله على قواعده فسطاط السلطنة الإسلامية، ومن قوم أبرز الله تعالى لهم ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الإيمانية، رفعوا عماد الإسلام وأعلوا مناره، وتواصوا باتباع السنة المطهرة، وعرفوا للشرع الشريف مقداره. العثمانيون الذين يريد لنا غزاة التاريخ أن نكفر بهم لكي نكفر نحن بتاريخنا. هؤلاء الأبطال هم الذين أنهوا وجود إمبراطورية الروم التي حاربها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأمويون والعباسيون من بعده، حتى جاء العثمانيون ليزيلوها من على وجه التاريخ، بعد أن تمكن عظيمهم محمد الفاتح رحمه الله من أن يكون صاحب بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح عاصمة الروم. وبعد ذلك قام العثمانيون بإنشاء إمبراطورية